انت راجل ما تعيطش، انت بتعيط كده ليه شبه البنات. دي جملة دايما بنقولها للولاد. اوعى تعيط عشان انت راجل. على فكرة ما هو راجل يعني انسان، يعني عنده مشاعر زيه زي البنت بالظبط. هو الراجل ينفع يعيط؟ على فكرة الراجل يعيط عادي جدا. بس الفرق بينه وبين البنت ان البنت مشاعرها كده بتبقى يعني على طول بتعيط على اقل حاجة، وعلى طول بتصرخ، وعلى طول بتتقمص. دي طبيعة البنت على فكرة. واحنا معلش يعني الكبير والصغير ايوه بنزعل بسرعة. ايه المشكله؟ بنزعل بسرعه لكن الراجل بيبقى عنده سبحان الله تحكم في اعصابه شويه، وبيبقى عنده يعني بيعرف يتحكم كده في نفسه كده شويه. لكن ده مش معناه ابدا ان هو ما يعيطش، وده مش معناه ان انا كل ما الاقي ابني بيعيط على حاجه افضل اقول له إيه انت راجل ما تعيطش، انت راجل. ايوه ماشي، ما انا دايما اوظف كلمه انت راجل في تحمل المسؤوليه. انت راجل ان انت تبقى حنين، انت راجل ان انت تبقى طيب معانا، انت راجل ان انت تفضل تساعدنا. لكن مش انت راجل ما تعيطش. عيط وعبر عن مشاعرك وكل حاجه، لكن بقى مش بزياده. لما لا قدر الله اي حد بيتحط في موقف بيفقد مثلا حد عزيز عليه، او بيتحط في موقف ان هو فعلا بيبقى متضايق. على فكرة العياط ده بيخلي الانسان بيطلع جزء من مشاعره، علشان ما يبقاش مكبوت كده من جواه. فانا كذلك الطفل الصغير ده على فكرة انا لو شخطت فيه او اتعرض لموقف مثلا هو فعلا يعني اتأذى نفسيا، سواء كان في المدرسة او من اصحابه او في التمرين او في اي حاجة، لازم يفرغ المشاعر اللي عنده دي، بس بحدود. يعني لو لقيته بقى على طول بقى عمال على بطال بقى عمال يعيط وبتاع، لا اقول له خلي بالك، انت راجل وكل حاجه، انت بتعبر عن مشاعرك، بس ده مش معناه ان انا افضل بقى طول النهار بقى عمال انكد على اللي حواليا. على فكره حتى البنت انا برضو بربيها بالطريقه دي، ان هي تعبر عن مشاعرها وان هي تعيط وكل حاجه. لكن امتى ان انا اعيط وما اعيطش قدام اي حد على فكره؟ علشان دايما زمايلنا بيقعدوا يتريقوا علينا، ودايما زمايلنا بيترجموا ان العياط ده بطريقه مختلفه. حتى للاسف يعني للاسف 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 حتى في المدارس دايما بيبقى رد فعل المدرسين. طبعا المدرسين اكيد مش شبه بعضها، فدايما ممكن يكبتوا حد بيعيط بطريقه مش كويسه فيأثر نفسيا. لازم نكون عارفين ان شخصيه ولادنا بتتكون من وهم صغيرين. احنا ذات نفسنا في مواقف كتير جدا فاكرينها من واحنا صغيرين محطوطه في الذاكره عندنا نتيجه كلمه اتقالت لنا مش كويسه، او تصرف حد تصرفه معانا مش كويس، بيبقى مأثر فينا لدرجه ان احنا واحنا كبار واحنا كبار كده لو اتحطينا في نفس الموقف بنفتكر على طول اوتوماتيك يا نهار ابيض، ده وانا صغيره اتحطيت في موقف كذا وكان رد الفعل معايا كده مش لطيف يعني. عشان كده لازم اخد بالي كويس جدا وانا بتعامل مع الاطفال الصغيرين، سواء كان ولادي او اي حد صغير انا بتعامل معاه. عايزه اقوم التصرف ده او عايزه اعلق على التصرف ده بطريقه معينه، بلاش اقول له اصل انت راجل ما تعيطش. يعني دايما اربط كلمه الرجوله بالتصرفات، بالمسؤوليه، بان هو يبقى حنين، بان هو يساعد اللي حواليه وهكذا. واتكلم معاه بعد ما يخلص خالص انه يطلع الكبت اللي جواه ويطلع كل حاجه هي مضايقاه، ابتدي اتكلم معاه. يعني حتى لما اجي عايزه انتقد اي تصرف ما كلموش وهو بيعيط، اقول له بطل عياط وانا هكلمك لما تهدى والدنيا هتبقى جميله وهتبقى زي الفل. لازم اجي على نفسي شويه مهما كانت رتم الحياه، اجي على نفسي عشان خاطر ولادي. وحطي نفسك انت مكان طفلك، لو انت عماله تعيطي ومتضايقه جدا من اي حاجه في الحياه يعني، وحد جه كلمك وانت متضايقه وانت عايزه تعيطي، اكيد هتبقي حابه ان انت تخلصي الشحنه اللي جواكي دي، وبعد ما تهدي هتبتدي ان انت تتكلمي. نتصرف مع اولادنا كأن بالظبط بالظبط حد بيتصرف معانا. غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي.